على خير. غنشوفوا سي كريم الصبري واش توفق في الاختيارات ديالو والقرارات ديالو. غنبداو بالحاله التحكيميه الاولى اللي كانت في هذه المباراه اللي انتهت بالتعادل 1-1. هاد لو تاكل هذا يعني انطلاقا من هذا لو تاكل، ومن بعد كنشوفوا انه هجمه لصالح فريق الرجاء، ويعني تدخلات قويه. اللقاء كان عرف تدخلات قويه طيله هذه المقابله هذه، خلى لافونتاج ومن بعد رجع لافوت. هي كما قلنا من قبل، يعني مباراه في هذا الحجم هذا كتبغي الحزم شويه في بدايه المباراه. هو الحكم صبري كان كحاول انه يخلي لجوء، لانه الا شتي هذا لو ماتش الناس اللي كتعيب عليه اكتويلمون هو انه كان عرفتي كان شويه صفرنا بزاف، كان 26 دقيقه ديال لو طون دو جو افيكتيف، يعني فقط يعني. ودابا المشكل هو هذا، يعني الحكم حاول انه يخلي قدر الامكان استمراريه اللعب، ولكن في بعض المرات كتولي على السيرور ديال المباراه، لان انا الى رديتي البال الطريقه باش تدخل اللاعب الوداد الرياضي كانت شويه الطريقه اللي كان فيها شويه تاع التهور، وبالتالي هنا كان من الواجب عليه بعد الرجوع الاعلان على ركله خطا مباشره، وكذلك الانذار تاع رقم 14، لانه كان فعلا تدخل على بوطويل، كان واحد التدخل اللي كان بتهور، وفعلا هنا كيستحق الانذار سي بوطويل. انذار اللي كان في هذه المباراه، دونك القرار يعني كان في محله ديال السي كريم الصبري. لا ما اعلنش، هو ما عطاش الانذار، ما عطاش الانذار هو اعلن على الخطا، خاصو يعطي. الحاله الثانيه دونك هي وحده تحسب عليه. نشوفوا الحاله الثانيه، هذا الكورنر لصالح فريق الوداد الرياضي، وكان يعني بعض المواقع بعض الصفحات بعض المشجعين يعني كيطالبوا بضربه جزاء لصالح اللاعب حركاس. هنا الى لاحظتي سي امين غادي نلاحظوا على انه المهاجم ديال فريق الوداد البيضاوي هو اللي مسك المدافع ديال فريق الرجاء البيضاوي. المسك كان من طرف المهاجم للوهله الاولى، والمسك ديال اللاعب ديال فريق الرجاء غادي يجي من بعد، وبالتالي فالحكم هنا الا كان غادي يعلن خطا فخصو يعاقب المهاجم، لانه هو الخطا اللي ترتكب المره الاولى. هو غادي يجروه هنايا من القميص ديالو، من العنق، راه كتشوف القميص ديالو مجبوط، الاخر شادو وغادي يحركوا، الاخر عاد غادي يشدو، يعني غادي يولي عندنا هنايا مسك متبادل. هنا الحكم يقدر يخلي استمرار اللاعب، ما كاينش هنايا الخطا. الا بغى يعاقب الخطا خصو يعاقب اللاعب ديال الوداد البيضاوي، على اعتبار انه هو اللي ارتكب المسك للمره الاولى. هو حيدنا الجدل في هذا القرار هذا، في هذه الحاله التحكيميه اللي كان فيها القرار صحيح ديال كريم الصبري. هو ملاحظه يعني في لي كورنير ولي كوفرون، ضربه الخطا وضربه يعني الركنيه ولا المس يعني القبض ديال القميص، ولا ظاهره عالميه متفشيه، يعني المهاجم شاد المدافع شاد. كيفاش كتاخذوا القرار الصائب نتوما؟ هي غير باش نشرحوا واحد هذا مزيان طرحتي هذا السؤال سي امين، باش غنشرحوا واحد الحاجه. هو المسك فيه جوج تاع الامور. فيه المسك اللي كيكون في اطار التنافس على الكره، يعني الكره كتكون قريبه وانا وياك كنمشيو كنتنافسوا، سي نورمال، كنقولوا بينا الفوتبول ان تشالنج بعضياتنا بوغ اريفي باش نلعبوا هذيك الكره. وهنا هذاك التنافس خاص كنبقاو في نفس الاطار، هو انه خاص يكون التاثير، الا كنشد خاص يكون التاثير ديالي على الحركه تاع المنافس باش يكون الاعلان على ركله الجزاء. لكن لما كيكون ان كومبورتمون، سيتادير الكره رغم انها بعيده، ولكن انا ما مشيتش نلعب الكره، وليت لعب شي حاجه اخرى من غير الكره، يعني كنشد بجوج تاع اليدين، كنمسك اللاعب بواحد الطريقه اللي هي فاضحه، داك المسك الفاضح. هنا كنعاقبوا اللاعب رغم ان الكره ما كايناش في لو جو، ما كايناش زعما في اطار التنافس على الكره. يعني خاصنا نفرقوا بين لو كومبورتمون، انا كنعاقبوا في جميع الحالات، ولما كيكون ان تشالنج هنا كنهضروا على تاثير المسك المؤثر والمسك الغير مؤثر، المسك اللي اثر على الحركه تاع المنافس ودار، ولا غير انا حاط الديه وكان كاين الكونتاكت بيناتنا وما كاين والو. كاين بعض المهاجمين اللي كيكونوا قصار صحيح، او مدافعين اللي قصار اللي كيديروا ذاك البلوكاج بحال ديال الباسكيت باش يفسح المجال لشي لاعب اللي غادي ياخذ الكره بالراس ويحاول يسجل. يعني ماشي ساهل اليوم صحيح انه الحكم يكون حازم وياخذ القرار الصحيح. وهادشي علاش كنقولوا الاربيتراج بريفونتيف، سادير خاص الحكم لما كي ينتبه انه عنده هاد الحالات في المباريات ديالو، خاصو قبل التنفيذ يحاول ينبه، يحاول ينبه ويحاول يدير ويحاول يذكر اللاعبين انه راه كاين الفار،
راه الكاميرات يعني عليكم قبل ما يتشات الكورنر، قبل ما يتشات الكورنر، انه كيحاول يدير التحكيم الوقائي، انه ينبه الناس انه راه كاين الفار، راه كاين هذا باش كيحاول ان هذيك لانتونسيتي شويه تهبط، واذا جاب الله كانت لافوت راه كاينه لافوت راه خاصو يعاقبها حسب الحالات. نمشيو للحاله المواليه دائما في اطار الديربي البيضاوي اللي هو يعني الخاتمه ديال هذه الحلقه ديالنا، هجمه لصالح فريق الوداد الرياضي، ويعني لاعب مبارك عنده الكره كيتعرض للخشونه. كاينه واحد العمليه ماشي كاينه خشونه تاع مبارك تاع زريده، وكذلك كاينه واحد العمليه تاع ضرب باليد، ماشي ضرب بمعنى ضرب انه عنف، وانما كان واحد العمليه هنا يعني مشى داروا اوبستركسيون في لو نيفو تاع لو فيزاج ديال اللاعب نفاتي على لاعب بوشتا مبارك. لا بوشتا على زرهوني زرهوني على بوشتا، وبالتالي هنا كاين عمليه مزدوجه للاعبين بجوج خاصهم انذار. لاعبين بجوج، يعني اللاعب الاولاني كاين اليد على مستوى الوجه، ولا خاصنا نعرفوا ان ما كتكون اليد في مستوى تاع الوجه ولا العنق، يعني المنطقه اللي هي حساسه، رغم ان ما تكونش لانتونسيتي اللي هي تكون ميديوم ولا تكون نازله، سي مينيموم كارتون جون، مينيموم كارتون جون، هذا قانون. لما ما كيكونش في اطار التنافس على الكره، ولا يعني انا جيت ودرت حنا كنسمعوها إليغال يوز اوف ارم، يعني انا استعملت اليد ديالي بواحد الطريقه غير مشروع، بالتالي هنا رغم ان لانتونسيتي ما كتكونش طالعه كتكون الانذار. كذلك يعني الطريقه باش تدخل زريده من الخلف كان فيها وعليها كما كنقولوا، وبالتالي هنا الحكم صفر الخطا، ولكن معلش على ما عطاش الانذار لاحد اللاعبين اللي هنا فيها انذار اللاعبين، صعيب انه يعطي انذار اللاعبين عاوتاني، وفيها تنبيه للسي زريده اكزاكتومون انفيرتيسمون فيربال. هنا كنلاحظوا انه لحد الان سي كريم الصبري القرارات ديالو كانت يعني الغايه هو انه يخلي له جو يخلي الماكسيموم، دار شويه ديال السياسه، لا ماشي السياسه، وانما حاول انه يخلي لا شتيت انا حتى البلاصه فين كاين، يعني لافونتاج ما كنخلوش لافونتاج في هاد البلايص، ولكن هو حاول انه يخلي لافونتاج لو ماكسيموم بوسيبل، وبعض المرات لما كيكون لو جو داير بحال هكذاك رغم كتخلي لافونتاج ما كيساعدكش انك تاخذ. باقي واحد الحاله اللي عليها جدل كبير، وكنظن هي اللي الحاله المقبله دائما يعني كنتكلموا على هذا الماتش هذا، تدخل ديال الدفاع ديال فريق الرجاء الرياضي، باينيونغ مشى للكره، هنا قرار اللي هو صحيح، قرار صحيح، كفرو مع الانذار، ما كايناش هنا ورقه حمراء. علاش؟ لانه الكره اولا كانت هوائيه، اللاعب حاول مشى يلعبها رغم ان الكره ديال الراس فعلا ما عندوش الحق يلعبها برجليه، وهذا هو الخطا اللي وقع فيه، يعني حاول يلعب الكره برجليه، واللاعب المدافع جا حتى هو عنده الحق يتنافس على الكره مشى براسو. هنا اللي غتفرق لنا بين الانذار والطرد هي الطريقه تاع التدخل. لو انه اللاعب نيانك مشى بلا سوميل ديالو، يعني مشى لا بارتي يوتيليزي سي لا سوميل، يعني واحد لا بارتي اللي فيها لا فورس مع لا بارتي سونسيبل اللي هي الوجه، هنا كاين كارطون روج. ولكن هنا الا شتي هو مشى باش يلعب الكره، وبالتالي ضرب اللاعب بالمشطه تاع الرجل، والمشطه ما كتكونش فيها لا فورس، وبالتالي هنا اقصى حاجه هي اقصى درجه التهور هنا، وبالتالي هنا الانذار اللاعب نياك هو القرار الصحيح، هو القرار المتخذ من طرف الحكم والتاكيد ديالو من غرفه الفار. كنظن ان باينيونغ غادي ينتبه المره الجايه، علما انه في احدى الدورات امام فريق اتحاد تورقات تعرض للخشونه بحالها، هي ماشي بحالها، لانه هنا المشكل اللي كان في هذيك اللقطه هي انه ما كانش احتكاك، ما كانش تماس، انه فعلا اللاعب ديال تورقه مشى يلعب الكره وخرج، رجعتينا للدوره ثلاثه، ولكن مزيان باش كما الحال نوروا الناس مزيان، لانه فعلا اللاعب تاع تورقه مشى في اتجاه اللاعب الكره اللي هي كانت هوائيه، ولكن ما كانش احتكاك، يعني الرجل دازت حدا الوجه تاع اللاعب. هنا لو انه كاين احتكاك كانت غتولي ركله جزاء مع الانذار، وبالتالي هنا ما كاينش هذاك الاحتكاك. وهنا غرفه الفار حتى هي شافت الحاله وحلتها ولقات بانه ما كاينش احتكاك، هذا اللي خلاها انها ما تناديش على الحكم في هذه الحاله ديال الاتحاد. باقي حالتين، غنمشيو للحاله الخامسه اللي دائما في هذا الماتش هذا بين فريق الوداد ورجاء البيضاويين، الكره عند فريق الوداد الرياضي، ويعني تدخل اخر ديال زريده امام لاعب مبارك. كذلك هنا كاين تدخل بتهور على اللاعب مبارك. هنا عجبنا هذه الحالات هي انه كاين حالات كثيره من الفريقين كاين حالات كثيره اللي كان فيهم تدخل يستحق الانذار من الفريقين. الحكم
كما قلنا عطى انذارات في بعض الحالات، وبعض الحالات اخرى طريت شويه على الانذار. هذه الحاله كذلك تستحق الانذار لان التدخل كان متاخر وكان تدخل بتهور على مبارك، وبالتالي هنا كذلك كاين الانذار على زريده. الغايه من هذه الحالات هي انه راه كاين حالات ديال الانذار من الفريقين. كاين حالات اخرى واش ماشي بالضروره في هذه المباراه باش ما يفوتلكش الماتش من يديك، صحيح انك في وقت من الاوقات توزع البطائق، خصوصا في الاول لما كتشوف، خصوصا في الاول الماتش، خصوصا اللي كانت لانتونسيتي ديال اللاعب طالعه، يعني كل فريق باغي يستحوذ على الكره، وبعض المرات بطرق اللي كتكون مجانبه للمشروعيه. لا صحيح هي بحال هذه المباريات كتبغي شويه الحزم، خصوصا كما قلتي الا شتي بانه كاين تدخل يقدر يفلت لك الماتش، الا فاش كتشوف بانه كاين تدخلات اللي شويه القراءه الجيده من طرف الحكم، المومنتوم ديال الماتش خص هاد مهمه بزاف، لانه في الربع ساعه الاولى كيبان لك الفريقين واش باغيين يلعبوا الكره وتمشي معاهم في هذاك النسق ديال انك تلعب الكره، او لا داخلين باغي تستهدف واحد اللاعبين. هنا خصو يكون ولو من الدقيقه الاولى ولا الثانيه خصو تدخل ديال الحكم. الشيء اللي يكون بريمي كارطون الانذار الاولين يمكن كتبرد ديك الطموح الزايد على الحد، او لكن الدفاع الزايد على الحد، وكنمشيو لان الفريقين تعرفوك راك حاضر انه اي تجاوز غادي يتدخل فيه، وبالتالي كيوليو يفكروا حتى هما، لانه صافي اللاعب ملي تعطيه انذار تتولي عنده رجل في التيران ورجل على برا. نمشيو للحاله الاخيره في هذا الديربي البيضاوي، واللي كنظن كان عليها الجدل الكبير. الكره عند فريق الرجاء الرياضي، الهجمه يعني كتغادا وكيكون تدخل ديال اللاعب اسماعيل المترجي. الحكم عطى انذار، لا ما عطاش او ما عطاش انذار، صفر فقط على الخطا، صفر الخطا، عيطت ليه القاعه ديال الفار. هنا كاين تدخل، شنو كاين؟ هنا كاين تدخل بعنف، يعني ورقه حمراء مباشره على لاعب مترجي. ما عرفتش شنو اللي خلى الحكم صراحه هنا كنهضر لك على في المباراه انه ما يشوفش، ممكن انه كان ماسكي بهذا الجوار هذا اللي كان تاع مترجي، ما شافش لو مومون ديال لو كونتاكت فين بالضبط طرا. يعني بمجرد الا رديتوا البال حتى الحكم مساعد حتى هو ساعدوا برفع الرايه بالاعلان على ركله خطا مباشره، فعلا اعلن عليها، ما عطاش حتى شي انذار. من بعد نادته غرفه الفار اللي حاولت تعطيه زوايا الرؤيه المناسبه باش يشوف. هنا الحكم اللي خلاه ما يعطيش هو انه تبين ليه بانه كاين واحد اللاعب حاول ايفيتي لو كونتاكت في الاخر، يعني بحال اللي فرنا يعني حاول. ولكن هنا فاش كنشوفوا الاعاده كنشوفوا بانه كاين قرار مؤثر، قرار حنا مؤثر جدا، كاين مؤثر، لانه غتكون ورقه حمراء واللاعب الفريق اللي غيلعب ب 10 ماشي هو اللاعب اللي غيلعب ب 11. حنا اوني داكور، ولكن ما نقدروش نقولوا بانه بزاف تاع الماتشات اللي شفنا بان فروق بقات ب 10 وربحات كاين. غير هو من عيطوا ليه، واش عيطوا ليه باش يوجه الورقه الحمراء؟ صحيح، ماشي الورقه الصفراء. لا انا شنو قلنا السي امين باش نوضحوا هذا الامر هذا حتى هو مزيان باش نوضحوا. انا كفار كنعيط عليك على ورقه حمراء، ما عنديش الحق نعيط عليك على ورقه صفراء. مزيان انت كتجي انا كنعطيك. هنا السي كريم صبري فاش شاف هو تبين له بانه هذاك اللاعب في اخر وهله رفع رجليه، وبالتالي ما كايناش كارطون روج، كاينه كارطون جون، بمعنى ما كايناش لانتونسيتي، ما كاينش لانتونسيتي توتال، ما كاينش. هذا هو اللي كيفرق سوميلا على سوميلا حنا، لان شفناها في بزاف ديال المباريات حتى في دوريات اخرى بعض المرات ما كتفهمش علاش عطاه حمراء او عطاه صفراء، وبعض المرات كيقول لي واحد برتقاليه. هنا لا هنا حمراء ما كاينش برتقاليه. انت سي بوشعيب حمراء. لا شوف المشرع ولا لي فاب وضعوا واحد 3 الاعتبارات، كيقول لك الجزء المستهدف واش هو سونسيبل ولا ماشي سونسيبل. هنايا لا شتي راه عندك ما بين طوندون داشيل ولا شوفي ديال اللعاب، هذا هو الجزء المستهدف، هو جزء حساس في الجسم وما بحميش. المساله الثانيه الجزء المستعمل من طرف اللاعب المخطئ، الى شتي هنا هو الاسفل ديال الحذاء، وهذا في دوك لي كرامبون اللي هما كيشكلوا واحد الخطوره اللي هي كبيره على اللاعبين. وكتبقى لينا درجه القوه لانتونسيتي اللي خصها تكون. هنايا الحكم ما خصوش يشوف ديك لانتونسيتي تتكون 100%، بمجرد ما تجاوز 50% راك دخلتي للحمراء، خاصك تجبد. الا بقيتي هنايا كتقلب على هذيك 100% ماشي ضروري غادي توصل لها. ولكن هنا الا لاحظتي انه لابوي ديال اللعاب
ديال فريق الوداد البيضاوي راه دارت بواحد لانتونسيتي، وبالتالي هنا الحكم كان على الاقل من اللي جا وشاف الحاله في الغرفه ديال الفار انه خصو يرجع يجبد البطاقه الحمراء هنا ويتحمل المسؤوليه. يعني طبعا كاضافه نعم. نفس العمليه الى طرات على الجزء اللي هو محمي اللي هو في الصباط، يعني لتحت غتولي صفراء. يعني هذه هي هضرنا هذا هو ذاك الفرق البسيط. اكزاكتومون. دابا هذا هو الفرق البسيط. غير هو هنا اللي ما مقبولش لما كنجي للفار خاصني نشوف هاد لي ديتاي. لما كنجي في الملعب ممكن ما نشوفش، ولكن في الفار خاصني نشوف هاد لي ديتاي هادو.